ترامب بيشكر في مصر وبيمدح فيها، وبيقول ان مستوى الامن اللي في مصر مستوى عالي جدا، وما عندهمش معدلات الجريمة زي اللي عندنا. وبيقول يعني ان هم فعلا اقوياء، وان انت بيقول المذيعة كده في اللقاء ان انت مش متخيلة قد ايه هم شعب قوي واجهزة قوية. وبتمنى ان يكون حكام الولايات عندنا زي الموجودين في مصر. طبعا دي شهادة جميلة جدا، وطبعا الكلام ده عشان تبقوا فاهمين، لما يطلع من رئيس اكبر دولة في العالم ده هيفرق معاك اقتصاديا جدا جدا، من حيث الاستثمار ومن حيث السياحة. لانه كتير كان الدول دي لما بتغضب على مصر كانت بتضرب السياحة عندك بان هو يمنع السفر والكلام من ده. بس لازم تعرفوا ان في كل الاحداث اللي بتحصل دي الحداية ما بتنقطش كتاكيت. ومصر بيتعرض عليها عروض الفترة دي وحاجات بتطلب من مصر، المفروض انها تنفذها علشان يكمل الرضا عنها. ما ان بقى ان انت وقفت لنا في التهجير وغيره، فانت هتعمل حاجات تانية خالص. من الاخر يعني المطلوب ان مصر تكون هي الذراع القوي لأمريكا، والمفاوض القوي لأمريكا في الشرق الأوسط. خلاص يعني الفكرة الإسرائيلية أثبتت فشلها بالنسبة لهم، فهم دلوقتي وأمريكا عايزة تسحب الميليشيات بتاعتهم أو الجيش بتاعهم، يعني عشان تفضى للحروب اللي جاية، لأن هم عندهم حروب تانية أقوى وأهم. فهم عايزين يستخدموا مصر كحليف ليهم، وفي نفس الوقت ده بشروط معينة، منها ان البعد عن الحلفاء اللي مصر يعني زي الصين زي روسيا او غيره. ولكن الرد المصري هتعرفوه لما هعمل لكم فيديوهات تانية، وهحكي لكم كواليس تانية وايه اللي اتطلب بالظبط من مصر. استنوني في فيديوهات تانية، بس خلينا نفرح ونستفيد باللي بيحصل دلوقتي. تحيا مصر والسلام عليكم.